يا جماعة يا أهل الحمراوي اشهدوا يا جماعة. بنتنا دهيت مروة عبد الحميد من أبو طب، عروسة اتجوزت صلاح محمد أبو العطا من شهرين. وفي الصباحية بيقول لها في الصباحية بيقول لها أنا ماليش في الجواز، والعلاقة الزوجية بيننا كل 5 شهور. إذا كان عايز في واجيب لك صحابي عادي، هجيب لك صحابي عادي. تعيشي هطلقك بعد شهر. عمل حادثة يا شباب وبعد 4 أيام مشى. بعد 4 أيام ادالها هدومها وخدها ووداها لأختها. صلاح محمد ابو العطا. راحت عملت محضر اثبات حاله يا ست مروه. راحت عملت محضر اثبات حاله وطلبت الكشف الطبي عليه. طلعوا اشاعه انها حامل في شهرين وانها مش بنت بنوت، لكن هذا التقرير الطبي الشرعي طلع واحنا كنا مستنيينه بيقول انها بنت بنوت وشايف البقره بتاعها سليم، وبعد 4 ايام مفيش اي حاجه فيه. شايف البقره سليم. ادي يا جماعه تاني حاجه، في واحده تكون معيوبه تروح تعمل محضر وتطلب كشف طبي على نفسها وهي مش سليمه الا اذا كانت شريفه وعارفه نفسها انها سليمه وشريفه. الدليل الثالث، لما عملت محضر بعتوا له المخبرين، خدوه وودوه المركز. في المركز حولوه على النيابه، ما قالش في النيابه اي كلمه الدنيا ولا اتهمها باي حاجه، لانه عارف انها سليمه وانها شريفه وانها محترمه. وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وهيطلعك فيها ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. السلام عليكم.